مفاجأة، كارلو أنشيلوتي يوضح مصيره مع ريال مدريد. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة ستار سبورت. قبل أن نبدأ نشرتنا نرجو منكم الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم أخبار كرة القدم أولا بأول. وقبل أن نبدأ في التفاصيل، هل تفضل بقاء أنشيلوتي أو رحيله عن الفريق؟ شاركونا بالتعليقات. قال المدرب الإيطالي لنادي ريال مدريد كارلو أنشيلوتي يوم الجمعة أنه واثق من بقائه مدربا لنادي الملكية الموسم المقبل على الرغم من تأخره بفارق 8 نقاط عن برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم. وأضاف أنشيلوتي في مؤتمر صحفي بعد استضافة جاري أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة ضمن المرحلة ال23: أعتقد سأبقى، أنا هادئ تماما. ولم يتحلى رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز دائما بالصبر مع المدربين، لكن بعد فوز الفريق على مضيف ليفربول الإنجليزي ب5 مقابل 2 يوم الثلاثاء، وذلك في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا التي يحمل لقبها، شعر أنشيلوتي بارتياح. وأوضح أنشيلوتي الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد في يونيو العام 2024: لست مضطرا لتجديد عقدي، أنا موجود، علي أن أفعل شيئا واحدا فقط وهو الفوز بالمباريات. ويولي ريال مدريد اهتماما تاريخيا لنجاحاته الأوروبية أكثر من الإنجازات المحلية، حيث توج 14 مرة بدوري الأبطال. وفي العقد الماضي رفع ريال مدريد كأس دوري أبطال أوروبا 5 مرات، فيما توج بالدوري الإسباني 3 مرات فقط في الفترة نفسها. وعلى النقيض من ذلك، فاز الغريم التقليدي برشلونة بالمسابقة القارية العريقة مرة واحدة في عام 2015، وعانى مرين أوروبيا منذ ذلك الحين، وكان آخرها خروجه من الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي يوروبا ليج، وذلك يوم الخميس على يد مانشستر يونايتد الإنجليزي. وتابع أنشيلوتي: الكل يعرف مدى أهمية دوري أبطال أوروبا بالنسبة لهذا النادي، لكن هذا لا يعني أننا لا نقاتل من أجل كل الألقاب بينها الليغا. واردف قائلا: سنبذل كل طاقاتنا من أجل ذلك. ليس لدي إجابة على لماذا ريال مدريد أكثر نجاحا في أوروبا. وأوضح أنشيلوتي أنه على الرغم من وضعه قدما في دوري الربع النهائي لمسابقة دوري الأبطال، إلا أنه لم يكن راضيا عن سير كل شيء حتى الآن هذا الموسم. وقال: أردت أن أصل إلى هذه الفترة مبتعدا بفارق 8 نقاط في الدوري وفائز بكأس السوبر الإسبانية وبنتيجة 5 مقابل لا شيء على ملعب إنفلاد. وختم: لذلك لم نكن مثاليين. بغض النظر عن النكات، أعتقد أننا نقوم بعمل جيد. لقد كلفتنا الغياب 6 نقاط في يناير، لكن ذلك كان متوقعا. متابعينا الكرام، شكرا لكم على حسن المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس فضلا وليس أمرا.